هنعمل النهارده مع بعض فراخ تندوري حكايه احلى من اللي بتشتروها من بره بمراحل. جبت الفرخه وقصيت الزوايد بتاعتها، نشفتها كويس جدا جدا، فتحتها من الظهر وفصلت الجلد عن العظم. كوبايتين زبادي وعليهم معلقتين كبار من بهارات التندوري، ورشه جنزبيل، معلقتين صلصه كبار، بشر ليمون هيفرق جدا معاكم، نص عصير ليمونه كده تكون كبيره او ليمونتين صغيرين، 3 معالق من الزيت، اي زيت تحبوه، ملح وفلفل. وهقلب التتبيله دي وهنزل بيها على الفراخ بتاعتي وامسجها كويس قوي. لو ينفع نسيبها ساعتين 3 او لتاني يوم يبقى تمام. نيجي بقى للتسويه. هجيب عندي صينيه تكون عميقه شويه، احط فيها ورق مناديل توزع لي الحراره، وشرايح ليمون لو عايزه. حط ميه سخنه تكون بتغلي كده عشان هنعمل للفراخ حمام ميه، وشويه خل في الصينيه عشان ما تسودش، وهدخلها على درجه حراره 200 لحد ما تستوي. جوسي وطريه جدا وطعمها حكايه، بألف هنا.